ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اقول النهاردة على حاجة يمكن اول مرة ان انا اتكلم عنها. من فترة مش بعيدة كنت في مرحلة في حياتي المفروض ان انا اكون فيها مبسوطة وسعيدة. كل حاجة كانت ماشية تمام، الشغل كان كويس، في ناس بتحبني، في شوية نجاحات كده صغيرة. برغم كل ده كنت حاسة بفراغ غريب. اصحى من النوم متضايقة، اكون وسط ناس اضحك بس جوايا بيقولي لا انا مش مرتاحة. دايما كنت بسأل نفسي هو في ايه؟ ليه مش حاسة بالسعادة رغم المفروض ان انا اكون دلوقتي تمام؟ وقتها بس بدأت ادور وافهم ان في 8 اسباب ممكن تخليك مش سعيد حتى لو حياتك كلها كانت مثالية. ده اللي انا عايزة اشاركه معاكم النهاردة، يمكن تلاقي نفسك في حاجة منهم وتقدر ان انت تصلحها. السبب الاول وهو ان انت بتقارن نفسك دايما باللي حواليك. المقارنة واحدة من اكتر الحاجات اللي بتسرق سعادتك. من غير ما تحس تبص على انجازات غيرك وتبدأ تحس ان انت ورا. تشوف ناس بتسافر بتنجح بتضحك وتقول ليه هم احسن مني، بس الحقيقة انك مش شايف غير الصورة اللي هم عايزينك تشوفها. جوفلت قال ان المقارنة هي لص السعادة، وفعلا كان عنده حق. لو ركزت في نفسك هتكتشف ان عندك حاجات كتيرة تستحق الامتنان اكتر من اللي ناقصك. احمد ربنا على اللي انت فيه. تاني سبب لانك مش عايش الحاضر. دايما يا اما بتفكر في اللي حصل يا اما قلقان من اللي جاي، بس اللحظة اللي انت فيها دلوقتي دي الوحيدة اللي انت مش قادر تعيشها ولا تفكر فيها. انا شخصيا لما بدأت ان انا امارس الوعي اللحظي بدأت ان انا الاحظ نفسي وانا باكل، وانا بتنفس، وانا حتى ساكتة. اكتشفت ان السعادة مش بعيدة، بس كانت مستخبية ورا الدوشة اللي حواليا، ورا المستقبل والماضي. عيش الحاضر. السبب الثالث لان انت دايما بتسعى للكمال. زمان كنت بحاول اعمل كل حاجة بافضل شكل وابذل اقصى مجهودي فيها. لو اي حاجة طلعت اقل من اللي انا كنت عايزاه كنت بحس بالفشل. يمكن تكون هي كانت ناجحة بس انا حاسة بالفشل لاني ما وصلتش للشكل اللي انا كنت بتمناه. بعد فترة اكتشفت ان الكمال ده فخ، لانك عمرك ما هتوصله. السعادة مش في الكمال، السعادة في التقدم، في انك تبقى النهاردة احسن نقطة صغيرة من امبارح. السبب الرابع بقى لانك فقدت المعنى. ممكن يكون عندك كل حاجة بس مفيش معنى وراها. الروتين بيخلينا ان احنا ننسى ليه بنعمل اللي احنا بنعمله. اسأل نفسك ايه معنى اللي في حياتي دلوقتي؟ ساعات المعنى بيكون بسيط جدا، مساعدة شخص، حلم بتبدأ ان انت تقرب منه، او حتى كلمة طيبة بتقولها لحد. لما بيكون عندك ليه هتقدر تستحمل ازاي. السبب الخامس لان انت عايش في روتين ممل. ايام شبه بعض، تفاصيل متكررة، وده كفيل يخلي اجمل حياة شكلها باهت. جرب تكسر الروتين بحاجات صغيرة. غير طريقتك، اقعد في كافيه جديد، اسمع موسيقى مختلفة. غير لو تغيير بسيط في حياتك ممكن يحيي جواك شغف كنت فاكره ان هو مات. السبب السادس لان انت بتكتم مشاعرك. كنت من الناس اللي بتقول لما اتعب ما ينفعش ان انا اضعف، بس الحقيقة ان المشاعر اللي بتكتمها مش بتموت، بتتحول لضغط، وجع داخلي. ممكن تكتبها، ممكن تتكلم مع حد، عيط لو محتاج ان انت تعيط. تعبير عمره ما كان ضعف، ده نوع من الشفاء. السبب السابع لان انت مرهق نفسيا. مش لازم تبقى حزينة عشان تكون مش سعيد، ممكن تكون بس مرهق، عقلك محتاج شوية راحة. لو كل يوم بتتعامل مع ضغط توقع انك تفقد احساسك بالسعادة. خد وقتك ونام كويس، اقفل شوية السوشيال ميديا، استرجع طاقتك مرة تانية، هتحس فعلا بالسعادة. السبب الثامن بقى وده الأهم لأنك مش بتحب نفسك كفاية. ده أعمق سبب ويمكن يكون أصعب واحد، لأنك ممكن تكون ناجح وبتحب الناس بس مش بتحب نفسك. بتلومها، بتجلدها، مش شايف قيمتها. جرب تقول لنفسك كل يوم أنا كفاية حتى وأنا لسه بتعلم.
سامح نفسك على أخطائها، احتفل بيها لما تقوم بعد كل وقعة، لأنك طول ما انت بتكره نفسك عمرك ما هتحس بالسعادة. الحب الحقيقي بيبدأ من جواك، والسعادة برضو بتبدأ مع حبك لنفسك. حب نفسك لأنها تستاهل تتحب. فاكرين الفيلم بتاع حب البنات لما قال لها انت كل مشكلتك ان انت مش بتحبي نفسك؟ بالظبط قال لها كده، قال لها حبي نفسك يا ندى، حب نفسك لان يا هي ندى، تستاهل لأنها تستاهل إنها تتحب. تتحب. في الاخر السعادة مش ان كل حاجة تبقى كاملة، السعادة ان انت تبقى حاضر ممتن صادق مع نفسك. يمكن تكون تمام في نظر الناس، بس محتاج تكون تمام في نظر نفسك انت. قولي بقى في التعليقات ايه اكتر سبب حسيت ان هو بينطبق عليك. لو الفيديو لمس فيك حاجة شاركه مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه. كانت معكم ملهمة، متنسوش تشتركوا في القناة.